مواجهة نارية. أشبال الأطلس قدامهم تحدي كبير في كأس العالم للشباب. كل العيون على دور ال16، وفي الدقائق الجاية رح نعطيكم كل تفاصيل مباراة المغرب وكوريا الجنوبية الحاسمة. يلا بينا. بس لحظة قبل ما نكمل، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول عن المنتخب والمباريات الجاية. وصلنا للجد، مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للشباب. مباراة دور ال16 هذه يعني ما فيها أي مجال للغلط، يا فوز وتكمل لربع النهائي يا خسارة وترجع للبيت. الضغط كبير بس الطموح أكبر بكثير. طيب، في هالمباراة حنشوف صدام بين أسلوبين لعب مختلفين تماماً. من جهة عنا أشبال الأطلس بطموحهم وقوتهم ومهاراتهم اللي نعرفها، ومن الجهة الثانية المنتخب الكوري الجنوبي، سرعة وانضباط تكتيكي عالي جداً. يعني باختصار رح تكون معركة كروية حقيقية على أرض الملعب. طيب، متى ووين رح تكون هالمباراة المهمة؟ خلونا نشوف كل التفاصيل عشان ما يفوتنا شي. يلا سجلوا عندكن. الموعد هو يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025. صافرة البداية رح تكون بالضبط الساعة 12 بالليل بتوقيت المغرب، يعني سهرة كروية بامتياز، والمكان استاد التلاليتي. أوكي، عرفنا التوقيت والملعب، باقي السؤال الأهم: وين منقدر نشوف المباراة؟ المباراة رح تكون منقولة بشكل حصري على شبكة قنوات BN Sports، يعني حضروا حالكم لأن الأجواء رح تكون حماسية والتعليق أكيد على مستوى الحدث. والحين بعد ما عرفنا كل هالتفاصيل، يجي دوركم. نبغى نسمع آرائكم وتوقعاتكم لهذه المباراة اللي شكلها راح تكون صعبة جداً. يلا، شو توقعاتكم للنتيجة؟ مين تتوقعون راح يكون نجم المباراة؟ ومين اللي راح يحسمها؟ اكتبوا لنا كل توقعاتكم في التعليقات تحت وخلونا نفتح نقاش حماسي. وبالتأكيد كل التوفيق لأشبال الأطلس في هالمهمة العالمية.